السلام عليك. الله لا يسلم فيك عظمه. جزاك الله خير يا ابوي، كيف حالك؟ عساك طيب. اقول اسكت هاب شحمه، نسيت وش سويت؟ والله ان عليك ذنب عظيم واثم من الله سبحانه وتعالى ايها الاب الذي يخاف الله، وانا اخاطب من يخاف الله. خاف الله في ابنائك، لا تقول لي اربيهم، مو كذا التربيه، ما هي بالقسوه ولا هي بالعنف ولا هي بالكلمه الشينه. الله عز وجل يقول على النبي في القران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو يربي الصحابه، ما هو انت ولدك اذا اخطا بدين الله سبحانه وتعالى وما صلى وتكاسل عن بعض الامور خذ بالتي هي احسن، والله انه يفهم وانه يتاثر، وإن ما نفع فلا والله عامل بهذا الأسلوب. أما الحاجة الثانية إذا أخطأ بأمور الحياة، يا أخي أنت أبوه، أنت اللي تعلمه وأنت اللي توجهه، إذا ما أخذها منك يأخذها من حقنا مخدرات، احتوي الولد وخذها بالكلمة الطيبة أنا طالبك، والله الذي لا إله إلا هو إنه ينفعك إذا كبرت. أحد الأشخاص يشتكي طرد ولده قبل 25 سنة، ما كان عنده إلا أبوه، لا توظف ولا تزوج، وبعد 25 سنة ما يزور إلا كل 3 سنوات وكل سنتين ويزوره من غير نفس. ابنك هذا بغض النظر عن أنه ولدك ينفعك بكرة النهار إذا مرت ولا جاك حاجة ولا جاك شيء من ظروف الدنيا، تلقاه موظف وجنبك ويمينك. فلا نعالج الخطأ بالهجران والتصدد، لا بد أن نجلس معهم ونفهمهم. يا أخواني الله يحفظكم، لا تقارنون هذا الجيل بالجيل السابق. الجيل السابق أنتم تقولون كانوا يضربونا ويعلمونا لأن كانت الحياة صعبة والظروف صعبة فكان الواحد يتحمل. أما الجيل هذا منعمين، ومع قسوتك هذه والله إنه ما يفهم، اجلس معه وعلمه واعطيه ولا تدقق في بعض الأمور، مشيها له وابتعد عن المقارنات. أنا طالبك شوف عيال فلان وشوف ذولي نجحوا، والله إنها تحطم الابن بدل ما تشجعه وتعطيه الكلمة الطيبة. والله الذي لا إله إلا هو ما تدخل البيت إلا راح سكر الباب على نفسه، وبعدين تشتكي من سوء معاملة ابنك لك وتصدده وبعد عنه. كما هو واجب عليك أن يبرك ابنك، واجب عليك أن تبر ابنك بإحسانك وبأخلاقك وبعلمك الطيب معه، والله أن ينفعك وأن يفيدك، ولا لك إلا ولدك. أنا طالبك لا يخرج الفيديو ذا ولا تخلصه إلا وأموركم طيبة. الله يجعل بينكم الألفة والمحبة والسعادة يا رب العالمين.